السلام عليكم ومرحبا بكم. نتمنى تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في اتم الصحه والعافيه وتكونوا فرحانين وناشطين ويكون ايامكم كلها افراح ومسرات. نتمنى اي واحد استمع القصه يخلي لي واحد لايك وكومنتير جميل واللي ما مشاركش في القناه يشترك. نبداو على بركه الله بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تقول صاحبة القصة: أنا سميتي منال. اليوم قررت أنني نعاودلكم قصتي، وباش نقربكم أكثر من شخصيتي وتفكيري نبدأ لكم قصة زواج والديا. والديا كانوا تزوجوا زواج تقليدي، يعني الأم ديالي ما عمرها ما عرفت الوالد، والوالد تا هو نفس الشيء. بابا ملي كان صغير كان كيقرا مزيان، وملي كمل قرايته تخرج كان تخرج أستاذ، ومن وراها كانوا هضروا مع ديك الساعة دارهم على أساس باش أنهم يزوجوه ويلقاو لي بنت الناس اللي تفهم المعيشة معاه وتفهمه ويفهمها. وأول حاجة أنها تكون قادرة على المسؤولية ديال الدار والمسؤولية ديال الزوج ديالها والمسؤولية ديال الأبناء ديالها المستقبليين. كان هذا هو أهم شيء كانوا كيقلبوه عليه العائلات في الأول. ماما ما كانش عندها الاختيار، حيث كان ديك الساعة في ديك الوقيته أغلبية الأزواج كيتزوجوا في الدار الكبيرة، يعني كيبقاو في دار العائلة. كتلقى الخوت مزوجين كلها شاد البيت وباقي الأشياء كلها مشتركة وسط العائلة. واخا العوائل كتلقاهم مجموعين ما كيكونش صداع، يعني كيكون نقاشات بطبيعة الحال، ولكن داك الصداع ولا ديك المناقشة ولا ديك المحاسبة ما كانش تماما. الخلاص ديال بابا ما كانش ديك الساعة موجه فقط للمعيشة ديالو وديال الزوجة ديالو اللي هي ماما، بالعكس كان مصروفه كيكون على العائلة كاملة بدون فرزيات، يعني أي حاجة نقصت في الدار اللي جابها هو هذاك، وما كانش ديك المحاسبة على المصروف، وكل شيء عايز بخير وعلى خير. ملي دازت 4 سنين على الزواج وحنا عايشين في ديك الدار، دار جدنا، كان ديك الساعة تزاد عند ماما أنا وتزاد خويا صغر مني. هنا بابا كان جات واحد الفرصة ديال العمل في واحد الدولة من الدول، وكان غيكون يعطيوه صالير اللي هو كبير. ما فلتش الفرصة، جدوى مع ماما وتا هي كانت قبلات، وبطبيعة الحال مشى لديك الدولة وخلا ماما وخلانا حنا في دار جدي عايشين بخير وعلى خير. ماما كانت كتحرص على التربية ديالنا وتربينا أحسن تربية وتعلمنا الأخلاق والآداب ديالنا. بطبيعة الحال في دار جدي تعلمنا بزاف، ولكن واخا هكا كنا وسط العائلة ماما كانت كتحاول تحرص علينا، لا بغياب بابا لا بوجود بابا، كانت ديما كتحسسنا بحال كاين وسطنا. وديك الساعة الوالد كان كيجينا غير هكا عطلة مرة شهر شهرين في الصيف، ومن بعد يرجع الخدمة ديالو. ماما كانت ديما كتحسسنا باش اننا نهزو مسؤوليه وحنا باقيين صغار، ديما كتحسسنا بالتعب اللي كان كيحس به الوالد. كتقول لنا قراو مزيان وبغيناكم نشوفكم في احسن مناصب، لان نتوما كتشوفوا باكم ضارب عليكم تماره ومغترب في دوله اخرى، يعني راه ضرب علينا تماره بزاف. لهذا هذا هو كان سند لينا وتشجيع لينا اننا باش نعطيو اكثر ونقراو انا خويا اللي صغر مني. وكان ديما واخا كيكون غايب يعني العام كله كانت ديما كتحسسنا بوجوده. ما كاينش نهار اللي يدوز وحنا ما ندويوش معاه، هكا باش تبقى الصله بيناتنا يعني متشبتين به لواحد الدرجه كبيره، ماشي بحال اباء اللي كيمشيو مده طويله وما كيبقاوش يشوفوا ولادهم، من بعد ملي كيجيو كيلقاو الابناء بحال تنساو والديهم، ما كيكونش ديك الصله وطيده بيناتهم، ديما كيحسوا بداك الاب انه غريب عليهم. ماما ما عمرها ما حسستنا بهذا الاحساس، بالعكس حاسين به بحال اللي عايش معانا ماشي بعيد علينا. وحتى هو مسكين كان متبع معنا الكبيره والصغيره، اي حاجه درناها كتكون في خبارو وكيتبعنا بالهضره ويرفع لنا في المعنويات ديالنا. الوالد كانت المده ديال الاغتراب ديالو في ديك الدوله مده 14 عام، و14 عام ماشي سهله. ديك 4 سنين الاخرى كان ديك الساعه صايبنا الوراق ومشينا عنده. من مورا ما سالا ديك 4 سنين قرر انه يرجع لبلادنا ونرجعوا كاملين. الحمد لله تيسرت الامور وتيسر الحال ديال الوالد، ولا الحمد لله بخير وعلى خير وبفلوسه ميسور الحال. من بعد ما رجعنا ديك الساعه كان شرا واحد الدار اللي كانت كتكون من 2 طوابق، الحمد لله بالكراج بالطوموبيل، يعني اللي شافنا شايف الحمد لله نعمه الله علينا.
تيسرت الامور، والوالد الفلوس اللي كان جمع في ديك مده 14 عام جا وبدا بهم مشروع. وكانت هذه هي الفكره ديالو من النهار الاول اللي كان مشى اغترب. كان قال ماما ان ولادي ما عمري ما غادي نسمح فيهم في الوقيته هما اللي غادي يكونوا محتاجيني. واصلا في ديك الوقيته المراهقه هي فاش كيكون الانسان محتاج بجنبه الاب والام انه يوجهوه للطريق الصحيح، حيت شحال من واحد كيغفل على هذا السن حتى الانسان كيولي غادي في طريق اخرى. كنت ديك الساعه انا غادي نطلع للثانوي، الوالد ديالي ديك الساعه كان سهر علينا، يمشي معانا ويجي، يعني كان انسان اللي هو حنين وطيب بزاف. وكانت من الاولويات ديالو اننا نكملوا قرايتنا. نجحت في الثانوي ودفعت للدراسات الجامعيه. ملي كنت كنقرا في العام الثاني ديال الجامعه كان تقدم ليا واحد السيد، حتى هو الحمد لله مسك عليه ربي وعائلته الله يعمرها دار كيف ما سول عليهم الوالد. انا بطبيعه الحال ملي كان تقدم ليا كان اول واحد غادي يتقدم ليا، وكان ديما عندي واحد التصور ايجابي في عقلي. ملي كنت كنشوف العلاقه ما بين الام ديالي والاب ديالي وكيفاش كيسهروا على بلدياتهم ويسهروا على التربيه ديالنا، كان ديما عندي نظره ايجابيه وبزاف للزواج. كيحسبني ان المعاملات من الازواج كلها بحال ماما وبابا. وكان ديما الطموح ديالي والحلم ديالي انني نعيش نفس الحياه اللي عاشوا فيها والديا، بداك الود والاحترام وكل واحد كيسهر على الاخر. ملي يعني جا عندي السيد وتقدم ليا، بابا كان شرط عليه اننا نبقاو مخطوبين واحد مده تقريبا عام هكا باش نتعرفوا على بعضياتنا اكثر، وهكا نعرفوا كل واحد على الطباع ديالو، حيت بنادم حتى كتعاشر وتقرب ليه عاد كيبانوا لك يعني الايجابيات ديالو والسلبيات ديالو. وفي هذه المده اللي كنا مخطوبين فيه فعلا كان انسان اللي عمرها دار. ما كناش كنهضروا بطبيعه الحال بوحدنا في التليفون، كان ديما كيجي هكا زياره لينا لعائلتي مره في الاسبوع، شي مره في الاسبوعين، يعني كنا كنتلاقاو وكنجلسوا جلسه عائليه. كان محترم طريقه هضرته، كل شيء مزيان. ملي داز عام ديك الساعه حددنا نهار العرس ديالنا وتزوجنا، كانت الامور كلها بخير وعلى خير. وكما قلت لكم هو ميسر الحال وكان من الاول داير دارو. راجلي كان في الاول يعني كان كيتمنى ان يتزوج مرأة اللي تبقى جالسه في الدار، ولكن الوالد كان شرطها عليه من الاول، قال له بناتي بغيتهم يكملوا قرايتهم. وكان بابا ديما مسكين كان كيقولها ليا، حتى ملي جا خطبني السياد وداكشي كان ديما كيقول لي شوفي بنتي، واخا تزوجي واخا اللي طرا كملي قرايتك، واخا تعرفي ان المصاريف اللي غتعرفي ان المصاريف ديال القرايه على حسابي انا. هادشي كان عهد بيني وبين الله انني تكملي قرايتك ونخلص عليك المصاريف كلهم، واخا اننا كي وليتي مرت الراجل انا اللي مكلف بدوك المصاريف. كنت باقا كنقرا في الجامعه، ما داش بزاف على زواجنا، تقريبا مده 6 شهور حتى كنعرف راسي انني حامله. في الحقيقه ما كذبش عليكم، تملكني واحد الخوف، منه فرحه منه خوف، كيفاش غندير مع التربيه، كيفاش غندير مع القرايه، يعني امر كان شويه صعيب. ولكن ماما كانت سند ليا، قالت لي بنتي ما تخافي والو ما تفكري والو، جابوا الله هذاك الشيء من رزق الله. ولكن اللي كان جاني عجيب هي ردة الفعل ديال الزوج ديالي. ملي عرفني انني حامله ما دارت حتى شي ردة فعل يعني كتبين ولا كتبشر انه فرحان وعاجبو الحال، فقط قال لي مبروك عليك وداك الشيء وصافي. انا ديك الساعه ولا كيبان ليا فيه العجب، سيد اللي هو بارد، واحد برود عاطفي لواحد الدرجه كبيره، ما كنشوفش فيه داك الاهتمام انني يعني حامله وغنبدا نتوحم، وكما كيقولوا المراه كتفشش على راجلها. ما تلقيش داك الاهتمام كما كنت كنشوف بابا كيهتم بماما. يعني المعامله اللي كانت قبل ما نحمل بحال حملت، بحال حتى شي حاجه ما تزادت عليا. حتى من نهار ولدت لاحظت ان حتى من ولده اللي كنت ولدت ديك الساعه وسميتو ياسر ما كانش كيقرب منه بزاف ولا يفرح بيه ولا يهزو، او لا حتى يعاونني ملي كنكون انا هكا مشغوله. وزيدون ديك الساعه انا كنت باقا كنقرا، يعني خاصني المعاونه في الدار كيف ما انا خارجه للزنقه، واخا هكاك ما كانش كيعاوني تماما في التربيه ديال ولدي.
كان جاني الامر في الحقيقه غريب. كنت قلتها لماما، قلت لها شنو كاين وكيفاش كيتصرف مع ولدو وبحال ما فرحانش بيه اللي شافو يقول كاع ماشي ولدو. كانت ماما ديما كتصبرني وكتقول لي يا بنتي راجلك باقي صغير حتى هو، ربما مازال ما حسش بداك الابوه، مازال ما طاحش عليه داك الحنان الابوه، راه ملي غادي يكبر غادي تقرب لولدو وديما الولد كيكون قريب لباه، غير صبري وما تبقاش تسرعي في الامور. ولكن واخا هكاك ما كانش كتقنعني بهضرتها، حيت التعامل ديالو معايا كان بارد لواحد الدرجه في شكل. هنا كنت ديك الساعه تخرجت من قرايتي مباشره. كان جاني واحد لوبورتونيتي ديال واحد الخدمه، دفعت ليهم ومشيت نخدم. واخا كنت في الاول متردده انني كنقول كيفاش غادي نخدم والدري عندي صغير، ماما كانت ساندتني وقالت لي انا الولد غادي نشدولك في الوقيته انت اللي غتكوني فيها خدامه، غير تشجعي وماشي غير انت الاولى ولا الاخرى اللي خدامه وعندها التربيه. كنت فرحانه لان ولدي كنت كنخليه في امان، وماما كنت ناسى عليها كلشي وكنقول كيف ما رباتنا غادي تربي ولدي. هنا قررت انني نستعمل كينات ديال المؤمن على الحمل هكا باش ما نقدرش نحمل مره اخرى. الخدمه والولد الصغير كان الامر شويه صعيب بالنسبه ليا، بديت كنستعملهم واخا كانوا اثروا عليا واثروا بزاف على صحتي ونفسيتي، دخلوني في اكتئاب، صحتي ولات كترجع لور المعده المصران، بزاف ديال الحوايج خرجوا فيا وداروا لي التاثير ديالها، ولكن ما عندي ما ندير. ملي تزير وتفاقم الامر ليا كنت مشيت دوزت عند واحد الطبيبه، وهي كانت نصحاتني انها التاثير اللي دار ليا صعيب عليا بزاف وانا نفسيتي ما عمرها ما تصلح الا ما قطعتهمش. قالت لي حاولي على الاقل واحد مده 6 شهور ما تبقايش تشربيهم هكا باش ترتاح شويه نفسيتك. درت بكلامها وقطعته، وفي نفس الوقت بقيت كندير الحساب وصافي. دازت مده ما دازتش تقريبا واحد المده 4 شهور حتى وليت كنرض وحالتي ولات تشكال. ملي مشيت للطبيبه قلت انا شكيت حيت كانت عطاتني شي مكملات وداكشي باش انني نشربهم، قلت لها ما جاوش مع صحتي ولا شي حاجه، وكانت طلبات مني التحاليل. تما كنت كنتفاجئ انني حامله وبمده شهر. ما نكذبش عليكم تصدمت، ولدي باقي صغير وانا خدامه، وكيفاش دابا غادي نحمل؟ امر صعيب، وخصوصا حملتي كانت صعيبه وحمي اصعب. حد هنا كل شيء انا كنت متقبلاه واخا كان الامر بالنسبه لي صعيب. راجلي اللي جاتني ردة الفعل ديالو خايبه بزاف، ملي عرفني انني حامله مره اخرى تعصب عليا بزاف لدرجه ولا كيغوت وكيقول لي واش نتيا واش تبقى غير كتحملي، بحال انا اللي اختاريت، بحال انا اللي كنكتب هذا الحمل ديالي. جاني في الشكل ديك العصبيه ديالو، انا اللي خاصني نكون معصبه وانا اللي كنعاني في هذه المده كامله ديال الحمل ديالي، ماشي هو. ولكن الطريقه باش رد على الحمل ديالي جاتني في شكل تقول ماشي ولادو. لا الولد الاول ما تنبيه، وزايد عاوتاني ملي عرفني مره اخرى حامله ولا كيدخلني الشك فيه كيفاش ما باغينيش انني نحمل، رغم ان اي راجل في اول زواجه كيكون يبغي الوليدات ويكون الاسره ديالو. وزيدون عندي غير واحد ماشي عندي 10 ولا هذا نقولوا السيد ما بغاش. خلاص ما نقولش لكم ملي وصلت 5 شهور وتما عرفت الكثر وكثر انني حامله بالتوام. كان صدمه ليه من نوع الرفيع، اما انا دخلت في واحد الاكتئاب حاد لدرجه ماما كبدات معايا وكتقول كنت مشيت وجلست مع واحد المده ما بقيتش قادره ناكل ما حتى شي حاجه، وليت مكملات وليت دايره غير لي سيرتيفيكا ميديكال في خدمتي، ما بقيتش قادره انني نستحمل، نفسيتي ولات محطمه. وماما شحال وهي معايا بنتي الله يهديك، شحال من واحد كيقلب عليهم، شحال من واحد كيسافر ويقلب على الدراري ومشي للسبيطارات يشوف واش شي حد باغي يدخل على ولده غير باش انهم يكون عندهم واحد، وانتي تبارك الله ربي عطاك الخير وعطاك وليدات وانتي في الاخر ديري هاد الحاله. في الحقيقه حتى في الاخر انني اقتنعت. اما ردة فعل ديال راجلي ما بقيتش عطيها اهميه، واخا انهم يتزادوا كيف ولدي الاول ما كانش عاطي اهميه ولا كيشوف بلوجه بحال لا ماشي ولده. داز حملتي بخير وعلى خير وولدت وليدات بنيه وليد توام، سهرت على تربيتهم احسن تربيه واخا الامر ماشي سهل، ولكن ماما الله يخليها ليا كانت في مقام المسؤوليه، عاونتني بزاف ووقفت معايا وقفه كبيره الله يجازيها بخير لا هي لا الوالد. وحتى في نفاسي قالت لي انني نمشي عندهم للدار
حيت شافتني في الاول ملي كانوا زعما قالوا الراجل غادي يهتم بيا، الاهتمام ديالو ما كانش تماما. وانا ديك الساعه كنت كنتشكى ليها في حمالتي ديال التوام وولادتي. كنت مشيت عند ماما جلست معاها شهرين، يعني الحمد لله توقفت بخير وعلى خير. هنا صافي ما بقيتش انا قدرت نوفق ما بين الدراري، 3 الدراري اللي باقيين صغار، وما بين الخدمه. كنت طلبت الاستقاله ديالي، واخا الامر كان بالنسبه لي صعيب، وحتى الشركه اللي كنت خدامه معاهم في حقيقه حسوا براسهم انهم بحال ضيعوني. طلبوني انني نبقى ويساعدوني، ولكن قلت لهم ولادي هما اولى. كنت فيما كنبغي هكا شي حاجه في الدار، ما كاينش هو زعما اللي غير يعاونك، بعدا غير المقضيه ديال الزنقه ما كاينش اللي يعاونك. اغلبيه الوقت كيبقى خدام وما كيجي حتى شي وقيته في الليل. فيما كنت بديت كنناقش مع راجلي ونقول ليه راه كنحتاجك انك تعاوني وشحال من حاجه كتخصني، ديما كيتهرب في الاعذار والخدمه كثيره وهادي من هنا لهنا، لدرجه ان وليداتي ملي بداو كبروا هكا شويه وليت كنديرهم في بوسيط وكنديهم عند ماما. فيما كنبغي نتقضى ولا شي حاجه كنديهم عند ماما ولا نمشي نتقضى داكشي اللي خاصني، ولا مسكين ما باش مرات كيجيب لي التقضيه حتى لعندي. وليداتي ديك الساعه تقريبا توام داروا العمر ديال عام، يعني ولاو بداو كيحاولوا انهم يمشيو. واحد المره خارجه كنتقدى داكشي اللي خاصني، حتى كنتصدم براجلي مع وحده اخرى. بقيت كنقول هذه هي الخدمه. كنت غندير الروينه في الزنقه، هو ما شافنيش وانا شتو. قلت حتى يرجع للدار ونستفسر بعدا على الامر، ما نسبقش الاحداث. بقيت كنتسنى حتى جا في الوقيته اللي موالف هو كيجي، وقلت ليه ما كتعطلتي. قال لي هذه وقيتي ديال الخروج ديال الخدمه. كنت متاكد كتخرج للخدمه ولا كتمشي تخرج مع العيالات الساره. ديك الساعه هو تصدم بطريقه الهضره ديالي. قلت لي اني شتك في العشيه ملي كنت خارجه نتغدى شحال من حاجه، راني شتك مع وحده، واش بلي ما راهش لابسه واش لابسه. تصدم ديك الساعه، ما عمرو ما ظن انني غادي نكتشف الامر. اعترف ليا بكل شيء وقال لي هذيك اللي كتقولي راها مرتي. تما كانت اكبر مني صدمه بالنسبه ليا. لقيته مزوج بمده عام. انا ما صبرتش، هزيت حوايجي ومشيت لدارنا. عيا معايا فيا ديك الساعه الوالد وقال لي بنتي الله يهديك، تبارك الله عندك 3 الوليدات وحرام. ديك الساعه انا من قلت ليه صافي انا باغا الطلاق. قال لي حرام تحرمي ولادك من باهم، كيف ما كان الحال ما داش هو شي حاجه حرام. هي قالك تزوجها الشرع عطاه 4. المهم الا كان غير عطيكم مصروفكم وجالسين في داركم وداك الشيء، هذا هو الاساس. ديري كل شيء في وجه ولادك وكبري عقلك. فعلا درت بهضره الوالد واخا كنت مأزمه من الداخل. رجعت لداري وهاد المره حاسبها بحال ما كاينش في هاد العالم. هو ملي صافي شافني رجعت بولادي وشافني اصلا صافي عرفت الموضوع، ما كاين ما يتخبى. السيد ولا كيغيب باليومين 3 ايام وغدا المده وكتزاد لدرجه ولا سيمانه ولا 3 شهور، ولا الامر ما بقيتش كنتحمله. كنت كنتشكى غير الوالد والوالده وبابا عيا معايا. وفي الاخر ملي عرف اصلا الامر ما بقاش كيصرف علينا والدار ولا كيتاخر عليها حتى 2 سيمانات شهر، صافي بابا ما عجبوش الحال حيت خاصو يوقفوا على حده. كان عيط عليه وطلقاه وقال له كيف ما كان الحال حنا ما قلناك حتى شي حاجه ملي تزوجتي، الشرع عطيك 4 ومن حقك انك تتزوج، ولكن باش تضيع مرتك وولادك هادشي ما نسمحش به. وزيدون اول حاجه خاصك ديرها الا باغي تتزوج وكانت عقليتك الزواج هي انك تعدل بيناتهم، ما تظلم ما تظلم. ملي هضر معاه الوالد ولا عاوتاني رجع للطريق، ولا كيجي للدار بانتظام، مره هنا مره كيمشي عندها. المهم دازت عاوتاني مده اخرى ونفس الشيء، مي هاد المره كتر وكتر. السيد ولا كيغبر بالشهر وحتى المصروف ما بقاش كيخلينا المصروف. ولا الوالد مسكين هو اللي كيتقدى ويجيب لينا، وديما يسولني واش جاب لكم واش عطاكم. كنقول ليه والو الوالد. بابا ما خلانا، ما عمره ما خلانا نتخصم شي حاجه. فيما كان كيبقى فيه هذا هو الامر اللي كان كيبقى فيه الحال. علاش صابره؟ كنقول لا هو مزيان معايا لا مزيان مع ولادو، امش صبرني معاه. حتى من المصروف كيصرف عليهم جدهم. فيما كنت كنوض ونقول للوالد هادشي راه ما صالحش من زواج هذا، علاش غنبقى انا صابره؟ انت اللي كتصرف عليهم. كيقول لي غير صبري، وزيدون هذوك راه حفادي، راه عندهم حقهم على جدهم اللي هو انا نصرف عليهم. كنت كنحاول اني نبين لي اني مقتنعه، واخا داخليا ما كنتش مقتنعه تماما كيفاش جدهم يصرف عليهم وباهم على قيد الحياه وعايش حياته.
دازت مدة 5 شهور، لدرجة أن حتى داك الريالات اللي كان كيصرف لينا مرة كان ولا كيعطل علينا 3 شهور مرة. ابدا حتى الاعياد ما بقاش كيفكر في ولادو. هنا خديت قرار وهضرت مع الوالد وقلت ليه انا غادي نمشي نرفع عليه دعوه على النفقه، هادشي من حقي ومن حق ولادي، وانت ماشي ملزوم انك تصرف علينا، ما حد باهم باقي حي. رفعت الدعوه عليه ديال النفقه، والقاضي حكم ليا في اول جلسه وبزع عليه عطاوه المبلغ اللي خاصو يعطيني شهريا. الشهر الاول كامل التزم وعطاه ليا، الشهر الثاني كذلك، الشهر الثالث عاوتاني داكشي انقطع وما بقى حتى شي حاجه. هاد المره وكلت عليه ربي وكنقول خليته لربي، ما عندي ما ندير. الوالد قال لي ما باقيش طلبيه ما حدي انا باقي حي، نتوما عمرو ما خصكم حتى شي حاجه. انا سكت وخليت الوالد على خاطره. اما الراجل اللي خاصو يكون باي الولاد ويصرف عليهم داز مده عام وهي كتجمع عليه النفقه، ولا يقول شي نهار غادي تفكرهم ويقول هادوش خاصهم، واش مرض، واش صحاح، واش خاصهم شي حاجه، واش واكلين، واش شاربين، واش لابسين، ابدا. اما انا ما مزوجه ما مطلقه، عايشه مزوجه به بحال ما عايش معايا تماما، بحال الراجل عندي ميت. وفعلا انا كنت كنحسبه بحال ما كاينش في هذا العالم، وبالنسبه ليا مات. من موراها سقط الخبر انه تشد في الحبس بسبب هاد النفقه اللي تجمعات عليه. والمشكل الفلوس ديال كان داير واحد المشروع، الفلوس كلهم داتهم ليه المره الثانيه وما بغاتش انها تصرف عليه حتى شي ريال. هادشي كله سقط ليه الخبر من ناس مقربين ليهم انها ما بغات عليه تخلص عليه حتى شي ريال، وقالت لي هذيك النفقه ديال مرتك الاولى وانا ما ندخلت حتى شي حاجه. تما عرفتها ان هي اللي متحكمه فيه، هي اللي قالت ليه الشرشه، الا قالت ليه الراره، اي حاجه كانت بغا يعطيها كتكون تحت الاقوال ديالها، هي اللي كانت دايره خاتم في يديها، تزيدو ويرجعته اللور ترجعو، اللي قالت ليه كيقول واخا. وفي الاخر ملي دخل الحباسات السيده ما عقلتش عليه. المشكل اللي لقيت هي ان صفطت ليا ناس باش قالت ليا خرجي من داري. انا تصدمت حيت انا جالسه في داري ومتيقنه منها، ولكن ملي شفت الوثائق كانت صدمه، واللي كانت صدمه بالنسبه لي كبيره اللي ما قدرتش نتجاوزها. هي ان الدار اللي كان شاري دارها بسميت المره الثانيه، وكان انا لازم عليا نهز ولادي ونخرج من الدار اللي عشت فيها وكبروا فيها ولادي ودرت فيها ذكريات. خرجنا الدار الكرا والوالد مسكين هو اللي تكلف بدار الكرا. الامور تأزمات، من بعد سمعت عائلته هما اللي جمعوا ليه باش خرجوه من السجن وخلص ديك النفقه كلها اللي كانت مجموعه عليه. شديتها وانا كلي على الحسره على داكشي اللي دار مورانا. من مورا جات وحده وزربت له على كل شيء، دات ليه مشروع، دات ليه الدار، وهو باقي مبهلل فاتح فمو فيها. ما فهمتش انا شنو دايره ليه حتى كيبغيها لهاد الدرجه. من موراها ملي خلصوا عائلته عليه النفقه خرج من السجن. انا قلت ديك الساعه كان عندي واحد الامل واخا بسيط واخا ما حملاش، قلت داكشي اللي دارت فيه غادي يتنادم عليه الحال وغادي يجي زعما عندي. كنت كنضحك على راسي ليل نهار. السيد ملي خرج السجن مشى رجع للمراه الثانيه اللي بهلاته وما بغات تخلص عليه الريال. ما فهمش انا ديك السيده شنو موكلاه بقى على هاد الحال. انا بقيت كنشوف حتى عييت وكنقول حداش الوالد مسكين كبرنا وخسر وتغرب علينا وخدم وتمر، وفي الاخر انا نتزوج ونولد وباقي كيصرف عليا بزاف على هذا الشيء. ديك الساعه هضرت مع ماما انها تشد ليا ولادي وانا غادي نرجع نقلب على خدمه. الحمد لله رجعت، ربي ما خيبنيش، رجعت نفس الشركه. ملي عرفوا الظروف ديالي كان المدير ديك الساعه قال لي مباشره عطاني واحد منصب تبارك الله كبير والخلصه ديالو مزيانه. الامور الحمد لله تيسرات، وعام على عام وليداتي كيكبروا قدامي وماما معاوناني فيهم حتى تمكنت اللهم لك الحمد انني نبني واحد الدويره واخا صغيره ونستقل براسي. وليداتي ديك الساعه جبت واحد المساعده هي اللي عاوناتني وخليت ماما، واخا ماما كانت رافضه قلت لها ماما حداش غتبقاي انت تابعه الدراري الصغار، جا الوقت انك ترتاحي من التربيه وتعيشي حياتك وترتاحي انت والوالد. وليت انا
اللي مسؤولة على ولادي. اللهم لك الحمد، تيسرات الامور وبديت انا شويه بشويه واخا خدامه، درت مشروع صغير وبدا غادي وكيكبر، وفي نفس الوقت انا واقف لي الوالد عليه، هو اللي كان متبع ليا. الامور غادا وكتيسر وتيسرات الامور الحمد لله. اما ابن ولادي ما كانش كيعتبرهم تماما، اعتبرته بحال ما كاينش، وحتى الدراري ولفوا الغياب ديالو، ما بقاش كيعتبروه انه الاب ديالهم ولا كيسولوا فيه تماما، عارفين عايش حياته ما مسوقش ليهم، حيت الدراري ولاو كبروا وفاهمين، يعني عارفين باهم ما كيسولش، هو اللي ما كيسولش عليهم، وحتى هما ما بقاوش معتبرينه تماما. حتى مره اخرى سمعت خبر على طليقي، لكن ديك الساعه باقي راجلي في الوراق، لان انا قلت لكم ما كانش طلب الطلاق، فقط طلبت النفقه باش انه ينفق على ولادو، لانه ما كانش كينفق على الدار الاولى. ثم سمعت ان مرته الثانيه دارتها به، دات ليه كل شيء، الدار خلاص ردها بسميتها، المشروع بسميتها هي، وزاد فرقات ليه الشيكات وعمر كله ديون، من بعدها تشد في الحبس. امر اللي ما نقولش لكم ان يعني شمت فيه ولا شي حاجه، بالعكس كان فرحه ليا انه باش يعرف مع من كان، وانه لا كان ضحك عليا انا جا اللي يضحك عليه. كيف ما كان الحال راه الدنيا دواره، الدور وترجع لداك اللي بدا بها. فعلا كان كيستاهل. هاد المره مره اخرى عائلته قامت بالواجب وجمعات ليه مره اخرى، وجمعوا ليه وخلصوا الديون كاملين، لدرجه حتى من الخدمه اللي كان خدام فيها كانوا جراو عليه، ولا لا ريال لا جوج، ولا واحد الحاله لا شتيه تعطيه كبر من عمره ب20 عام، من كثرة الهم والمشاكل والحباسات اللي عاش فيهم خرجوا عائلته. كان دوز تقريبا مدة عامين في الحبس، خرج ولا ساكن في دارهم، حتى حاجة ما عنده من وراه ولا شي حاجة كما كنقولوا يرجع عليها. دات ليه كل شي، حرسكات وكل شي، وطلبات الطلاق، سمحت فيه ولاحتو الزنقة، ما بقى بيدو غير اللي رجع لعائلته هي اللي غادي تقبل به. مورا هادشي عرفت بانه ولا كيطلب السماحه، ولا كيصيفط لي ناس وكيجيو عائلته كيطلبوا مني السماحه انني باش نرجع ليه، وانه كيعتذر على داكشي اللي كلشي اللي دار وتندم معاه الحال. انا ما كانوش عارفين من تحت راسي انني كنت كننتظر هاد اللحظه انها غادي تبرد لي غدا يدي فيه المره الثانيه وتسمح فيه، وغيجي الدور ديالي انني ما بقيتش قابله وغادي نسمح فيه انا. مي هاد المره قررت وقلتها للوالد، انا اللي طلبت الطلاق، وكانت صدمه ليه وصدمه لعائلته. قلت ليه الا ما وقفتيش معايا في الحزه غادي نقبل بك فرخه. لا، انا ولادي وليت مكلفه بهم وقادره بهم، والحمد لله ميسر عليا الحال، ماشي حتى ضربك الحيوط عاد ترجع لعندي. نهار كنت محتاجاك باش توقف بجنبي كنتي كتعطيني بظهرك، وماشي غير كتعطيني بظهرك، كتضربني بالحجر من ورا ظهري. دابا بغيتيني نقبل بيك، طلبت الطلاق وشديت ورقه ديال الطلاق ديالي، وانا راسي مرفوع، حسيت بواحد الانتصار، ولا دات الانتصار انني وصلت داكشي اللي بغيت. دابا حاليا اللي كنشوف مستقبلي هو ولادي يكبروا ونشوفهم كيف بغيت. حالفه انني ما باقيش نتزوج مره اخرى، تجربتي الفاشله ما تعطينيش فرصه انني مره اخرى نتزوج، وزيدون ولادي معمر لي عينيا، والله يخلي لي تا والديا اللي يقفوا معايا. هذه كانت قصتي وخليتكم على خير.